بقول لسلمى، تعرفي ان التلات كوبايات صوص جبنه اللي انت قاعده تغرقي بيهم سندوتشاتك وتعملي منهم احلى مكرونه ماكن تشيز انت واخواتك؟ هما في الاصل معلقتين الجبنه الرومي اللي كانوا متفتفتين في ارضيه العلبه، وكلكم غضبانين عليهم. وقالت لي كالعاده: ليه يعني، هو انت ساحره؟ فرديت عليها بالفيديو ده. ما تيجوا نشوف عملت الجمال ده كله ازاي، وردوا عليها انتوا بقى في الكومنتات، امها ساحره ولا مش ساحره؟ كوبايتين حليب، هحط كوباية ونص منهم في حلة واركن نص كوباية على جنب. قطعتين جبنة كريمي ومعلقتين الجبنة الرومي أو الشيدر المتفتفتين، بس نصيحة مني خليها جبنة رومي، أرخص ونكهتها أقوى. مكعب زبدة صغنن كده لتعزيز الطعم، بس لو بتستخدمي حليب فلاحي بخيره بلاش منها. ونقطتين من لون طعام صحي، يمكن استبدالهم بالكركم، بس للأسف بيسيب طعم، فأولادك احتمال ما يحبوهوش. خلينا في السليم بدل ما يغضبوا علينا وفي الآخر احنا اللي بنزعل. ارفعي المكونات على النار مع التقليب المستمر لحد ما الجبن تدوب، وفي الأثناء دي هاتي نص كوباية الحليب اللي كنا سايبينها على جنب وضيفي لها معلقتين كبار نشا ودوبي بيهم كويس، وبإيد حركي المكونات وبالإيد التانية ضيفي النشا، واستمري في التحريك لحد ما تتقل معاكي كده، فطفي النار. نسيبها تهدى شوية من الحرارة ونضربها في الكبة أو الخلاط، وصبها لي بقى في سكويزر من بتوع الصوصات دول، واعملي للولاد شوية بطاطس مع الفراخ اللي عملتها لكم قبل كده دي من بواقي المكرونة، اللي بجد بجد هتوفر عليكي جدا، وهتبقى أرخص حتى من الجبنة في اللانش بوكس. ولا أقولك، اسلقي لي شوية مكرونة وافتكري دايما تحطي شوية كركم لمية السلق للون وقيمة غذائية ما حصلتش. والمكرونة سخنة ملهلبة، انزلي لي عليها بقى بصوص الجبنة الرهيب ده، اللي ممكن جدا نضيف له كام عود ريحان ونحوله لأحلى بيستو صوص. ونسيلي بقى خالص المكرونة الترند الغرقانة مواد حافظة وما فيهاش غير فتفوتة دي. وبرضه هفكرك زي كل مرة تبعتيلي نصيبي من البوسات اللي هتاخديها من ولادك على أنجح صوص جبنة هيدوقوه في حياتهم ده. وفي النهاية خالص أنا عايزة أفكرك إن جميلة الروح ملفتة ولو بين الحشود، وعشان كده اهتمي دايما بجمال روحك، عشان صدقيني هو اللي باقي. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم كده وسحرتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان أغيظ بيها البت سلمى. أنا شيماء البهائي.